شعلي أنا بلبنان، أهتم ببلدي، أهتم بروحي، أهم شيء أنا عايش. ساعة اهتموا الأمر إيران، ساعة اهتموا الأمر لبنان، ساعة اهتموا الأمر فلسطين، ساعة الأمر اليمن. إحنا شعلينا، إحنا ناس عايشين ببلدنا وما علينا بالناس. شوف خل أقول لك، سألوا السيد محمد سعيد الحكيم قالوا له أكو قول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. فشنو واجبنا كمسلمين حتى نبقى متمسكين بهاي الشريعة؟ فالسيد قال يجب الاهتمام بهم نفسيا، ثم العمل على ما يناسب هذا الهم بما يناسب طاقتك وبالوجه الشرعي. أقل شيء تقدر تسويه حتى تهتم الأمر المسلمين هو الاهتمام النفسي. أهتم الأمرهم، مو أقول شعليه. أشوف المسلمين اليوم جميع بقاع الأرض مضطهدين، مظلومين، مسلوبين، محاصرين، وأنا أقول شعليه. علماءنا ومرجعيتنا اهتموا لأمرهم نفسيا وعمليا. كلمة شعليه طلعها من قاموس حياتك.